السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وتجربة جديدة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حباباتي جيتكم بواحد الوصفة اللي هي الرخسيس ولا رخساس، كل واحد وشي يقولها. جبتها لكم بمقادير مضبوطة، محال ما راح تنجح معك هذه الوصفة، خاصة للمبتدئات. جربوها وردوا لي بالخبر، باذن الله ما راحش تندموا. اذا بدون اطاله نروحوا للوصفه نتاعنا. واش نحتاجوا في الوصفه؟ نحتاجوا 3 كيلات سميد يكون رطب، ونحتاج ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة خبز، وملعقة كبيرة سانوج، وملعقة كبيرة جلجلان هنايا اختياري، وملعقة كبيرة ملح، طبعا ثاني الملح حسب الرغبة، وملعقة صغيرة لاليفر شيميك. ونزيدو نص كيلة زيت ناقصة اسبوع، يعني نص كيلة ماهيش كاملة. هنا عفوا كنت نسيت ما صورتهاش. هنا وبدينا نحطو في السميد نتاعي. حطيت 3 كيلات نتاع سميد، نضيف عليهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز مع ملعقة كبيرة سكر، ونضيف ملعقة كبيرة ثانية تاع الملح. قلت لكم الملح هنا حسب الرغبة. ولهنا نسيباريو الخميرة على الملح من أجل التفاعل. وضفت السانوج نتاعي مع الكمون. هنا اللي بغى يدير السانوج والكمون كيف اللي بغى ما يديرهمش، حاجة اختيارية يعني. ونخلط كامل النواشف مع بعض. وهذه الوصفة يا البنات صدقوني تجي روعة. جربوها وعلى ضمانتي، اللي جامي دارت رخصاص في حياتها راح تنجح معاها هذه الوصفة. وزدنا ضفنا ملعقة صغيرة تاع ليفر شيميك، ونخلطها ثاني مع المكونات. ونجيب نص الكيلة اللي قلت لكم عليها، ها هي نص كيلة ناقصة اسبوع تاع زيت، يعني كي نص كيلة مش كاملة. نصبوها على المكونات، وندخل هذاك الزيت فيهم مليح. لهنا مرمى بسسها بالزيت مليح. نروح نجيب دوكا عندي الماء لازم يكون ماء دافي، يعني ماشي سخون يحرقك وماشي بارد، يكون دافي. واش نروح ندير؟ اضفت كميه هنا من الماء. نتوما ضيفوا مش كيما انا درت ضيف ديريكت، نتوما ضيفوا غير بالعقل، بشوي 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 حتى تلم معاك العجينه. وهنا العجينه لازم تتعجن، لازم تكون تتعجن كيما نقولوا على اليبس، يعني لهنا تعجنيها وهي يابسه، تحسيها هكا في يدك، يعني نطموها بالماء غير قيس ما تتلم برك، بيسك حنا ما راح نديرو خميره ولا اللي نرخفوها. لازم تكون العجينه حاكمه روحها. دوك تشوفوا من بعد القوام تاعها معايا كيف هي يخرج لك. وما تنسايش ما ديريش كيما انا ضفت الماء تقريبا على دفعتين مره واحده، بيسك استخدمت عيني ميزاني. وانتو سيرتو وحده تعود ماشي موالفه، غير بالعقل ضيفي الماء بشويه بشويه حتى تتلم معاك العجينه. مور ما تلمت لي العجينه واخذت الماء الكافي، واش نروح ندير؟ نروح لهنا نعجنها. كيفاه نعجنها؟ طريقه العجن كيما راكم تلاحظوا فيها، راني غير نقطع فيها تقطع، ماشي نعجن فيها كيما راح نجي نديرو الفطير ولا عفسه. نقطعها تقطع. وتنجمي ديرها في اللي عندها بيتخا تنجم ديرها في البيتخا نورمال. نعجنها هكذاك واحد قولي واحد 7 دقائق وانا نعجن فيها. المهم حتى يولي لي الملمس تاعها رطب، يعني ما يقعدش فيها ذوك الحبيبات. هذه العجينه نتاعي لهنا امور ما كملتها كما راكم تلاحظوا في القوام تاعها، مشي طري ومشي حاكمه روحها بزاف، يعني تكون موايه. خليها ترتاح نص ساعه بجيه، ومن بعد نولي ليها. لهنا امور ما خليتها ارتاحت، نجي نقسمها. لهنا التقسيم على حسب الكيله اللي كيلتي بها. تنجم دير لك 4 خبزات، تنجم دير لك 3، كيما تنجم دير لك 2، كيما تنجم دير لك 5. انا لهنا كان دارت لي 5 خبزات. 5 خبزات دارتهم لي لهنا، يعني كانوا كبار ملاح، بيسك الكيله اللي كيلت بها انا كانت كيله كبيره. مور ما كملت قسمت الخبزات نتاعي لهنا كما قلت لكم جاوني 5 خبزات. نروح مباشره نقرص الخبزه الاولى، وكنت ديجا خليت الطاجين يسخن على نار ما تكونش قويه بزاف ما يتحرقش معاك الرخساس، وثاني ما تكونش نار مهيله به ما يبسش معاك، يعني يجيك هشوش. نكمل هنا نحل القرصه. كي نكمل نحلها يعني ما خليها تخمر ما والو، مباشرة نحطها في الطاجين. انا نبغي نطيبو على الطاجين تاع الطين، وانتما كما حبيتو تنجمي. كاين اللي يطيب الطاجين تاع الحديد، واش عندك طيبي ثاني تجيك نتيجه رائعه. مور ما نشوفها بدات تخرج برك هذوك النبابل هذوك كما راكم تلاحظوا فيهم، نروح نقلبها.
ومباشرة غير نقلبها. نجيب واش عندك، فرشيطة ولا عود شواء ولا كيردون، تقبي به الخبزة نتاعك بالطريقة اللي درتها انا. ولا هنا تخليها طيب في نفس الوقت راكي تحركي كما نقولوا، ما تخليهاش حابسه في بلاصه وتخليها طيب وحدها، ابقاي حركي فيها. وجيبي طرشونه ولا الوحده هذيك تاع الحطب اللي واسيو بها الكسره، وتمرري عليها بالعقل كما راكي تشوفي باه تحمر لك كل جويه كل كيف كيف. وهذه كانت النتيجه النهائيه لوصفتنا لنهار اليوم. جات كسره رخسيس بالطبع، هشوشه وفي نفس الوقت مقرمشه وبنينه بنينه يا البنات. المبتدئه اللي جامي دارت الكسره باذن الله راح تنجح معاها. جربوها وردوا لي بالخبر باذن الله، ما راحش تندموا عليها. اتمنى انها تكون نالت اعجابكم وصفتنا لنهار اليوم. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك وبضغط على زر الاشتراك، باه كل ما نحط وصفه توصل لكم وتجربوها معنا، لما لا.